السلام عليكم. طنجة من خلال وصاياها، أو قراءة في بنيوية التفكير العقلي الطنجاوي من خلال الوصايا التي تركها الطنجاويون من أجل مدينة طنجة ومن أجل الإنسان الطنجاوي أو الساكنة. أهم هذه الوصايا هي وصية الحاج البقال في القرن الثامن عشر، والتي يعود تاريخها إلى 1718. الوصية الثانية هي وصية الدوق دي دوفار سنة 1954، والتي لم تكن أصلا موجهة لمدينة طنجة، لكن الأقدار ساقتها للمدينة ولم تعرف مدينة طنجة استغلال هذه الوصية. الوصية الثالثة وهي الأهم وهي مشروع هذه التدوينة المصورة، وهي تدخل ضمن الوثائق الغير المنشورة في تاريخ مدينة طنجة. انتظروا هذه الوصية، وهي آخر الوصايا التي وجهت لمدينة طنجة وإلى الإنسان الطنجاوي، والتي تبين كيف كان الطنجاويون الأصليون أو الحقيقيون يفكرون اتجاه مدينتهم. انتظروا هذه التدوينة. إلى اللقاء.